بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثالث من الحديث عن التربة الرملية. كنا اتكلمنا في الفيديو الأول عن معرفة ازاي نعرف التربة الرملية. الحاجة التانية اتكلمنا عن عيوب ومميزات التربة الرملية. ال- الفيديو اللي هو الحالي هنتكلم ازاي نتعامل مع التربة الرملية. خلاص احنا خدنا الأرض تربة رملية وعملنا البنية التحتية وفق الزراعات اللي مستهدفين ان احنا نزرعها. هنتعامل ازاي؟ فاحنا عندنا حاجه من الاثنين: يا اما هنشتغل مثلا رش سواء ثابت او سواء بالبيفوت، او عندنا ان احنا هنشتغل جور وهنزرع نخيل او اشجار مناسبه للبيئه والمناخ اللي احنا فيه ده، او الموقع اللي هيكون فيه المشروع يعني، حسب اللي ماشي في المكان وحسب ما تزرعش حاجه لما تكون متاكد انها ناجحه في المكان ده يعني. اللي هيحصل ان احنا سواء بقى هنزرع يعني حاجات مع محاصيل حقليه بالبيفوت او الرش الثابت، او حتى بالتنقيط، او هنزرع جور يعني. فلا بد في البدايه ان احنا نحمر الارض ديت ونغسلها كويس خالص. مثلا بيتم في الرش مثلا الري الغزير، يعني كأن في سيول كده، وممكن نجزأ المساحة اللي احنا هنشتغل فيها أجزاء بحيث إن احنا نعرف نغسل كويس يعني. فاحنا بنفوت عليها مثلا لو بيفوت 3 مرات كده مثلا على سرعة 20-30، بحيث ان هو يكون بطيء ويكون في نفس الوقت ري غزير، كأننا بنخمر بحيث ان هو ياخد الملح ويتغلغل بيه في المناطق السفلية بعيدا عن منطقة انتشار الجذور. كذلك في الرش الثابت علينا ان احنا نشغل الرشاشات كأن في سيول شغالة، يعني ايه، ونشغلها فترة طويلة بحيث ان هي في النهاية كأننا بنخمر كده الارض، بحيث انها المية اللي هتنزل على سطح التربة تأخذ الأملاح وتتغلغل بها في المناطق السفلية بعيدا عن منطقة انتشار الجذور. في الري بالتنقيط برضو كذلك، سواء في خطوط حاطين أو مصاطب حاطين عليها الخراطيم وهنزرع محاصيل حقلية، أو جور وخلاص هنزرع فيها نخيل أو أشجار، برضو ديت نشغل النقاطات أو حتى نفتح النقاط خالص ونغمر المساحة ديت غمر كويس يعني، بحيث إن المية تغسل الجورة ديت بشكل كويس يعني، وتاخد الأملاح بعيدا عن منطقة انتشار الجذور. اللي بيحصل إن إحنا بعد ما مثلا القيام بهذه العملية سواء في الرش أو سواء في التنقيط، يعني 3-4 مرات بشكل غزير كده، ري بشكل غزير، هنحفر بإيدينا ونشوف الرطوبة وصلت لحد فين. احنا عايزين في الغالب الرطوبة توصل لحد 70 و85 سنتي. كل ما تنزل تحت كل ما كان افضل، بحيث انها تنزل بالاملاح تحت بعيدا عن منطقة انتشار الجذور في البداية للنبات يعني. فاحنا هنحفر ممكن نلاقي مثلا لحد 25-30 سنتي. مش مشكلة. ممكن في الجور يتم يعني تفكيك التربة بعزاءة لو في معدات، او الفاسة مثلا، وفي بحيث ان احنا نفكك التربه وبرضه نسمح للمياه انها تنزل لمناطق اعمق او ابعد يعني. بالنسبه للحقل والمساحات الكبيره زي البيفوت والرش الثابت، ممكن الجرار يجي يحفر حفر عميق بحيث ان هو يفكك التربه ويساعد على وصول المياه لعمق ابعد يعني. ونكرر العمليه برضه 3-4 مرات لحد ما في النهاية نوصل لعمق الرطوبة أو عمق المية على بعد اللي هو مثلا 85 سنتي، 80 سنتي. يبقى كده احنا عرفنا إن الطبقة اللي هي فوق اللي هي شربت المية ديت إن شاء الله اتغسلت من الملوحة. وطبعا علينا قبل الزراعة إن احنا نحلل نحلل التربة ديت، بحيث ان احنا نعرف البي اتش بتاعها ونعرف الاي سي بتاعها اللي هي درجة الملوحة. ونعرف لو في يعني عناصر، وفي الغالب مش بيبقى في عناصر قوي يعني، نعرف ايه اللي هنحتاج نهتم بيه في في التسميد يعني. ده بالنسبة للغسيل. بعد عملية الغسيل علينا بقى بالاهتمام بالتسميد العضوي بشكل كبير، سواء كومبوست أو سباخ متحلل يعني مغمور وكامل التحلل، بحيث ان هم الماده العضويه ديت هي بتحسن من قوام التربه وبتغير من طبيعتها وتساعد على
تمسكها بالايه، يعني انها تمسك ميه، يعني تمسكها بالرطوبه او الميه يعني. وده طبعا هيسهل على النبات ان هو يعني ايه ينمو بشكل جيد يعني. فاحنا علينا ان احنا نهتم بموضوع التسميد العضوي ونعطي الكميات الكافيه. احنا لو حطينا لو فدان محاصيل مثلا لو حطينا لحد 50 متر مكعب هتقبل، هي ما فيهاش عناصر قوي، وفي نفس الوقت هي محتاجه الحاجه اللي تخليها تمسك ميه يعني. كذلك في الجور برضو ايه يعني نهتم. يعني انت حضرتك ممكن تبقى عندك تقدير كده تشتغل شغل حسابات، عندك الفدان 4200 متر مكعب، ومعاك ان انت تحط له من نقول مثلا من 30، مش عايزين نقول من 20، هي في الرمله هتحتاج يعني تسميد كويس وكتير يعني. فاحنا ايه نقول من 30 متر مكعب لحد 50 متر مكعب. فانت في الاخر ممكن لو بحسبه كده هتعرف المتر المربع الواحد بيحتاج كميه قد ايه. كذلك ممكن تطلع مساحه الجوره وتبقى عارف مساحه الجوره كام متر مربع، وبالتالي هتعرف هي تحتاج قد ايه يعني. ممكن دي بالحسابات تتعمل بسهولة يعني. وعشان برضو الفيديو ما يطولش يا اخوانا، التسميد برضو في التربة ديت، اللي هو بقى التسميد المعدني بعد كده في الزراعة يعني، او يعني في مراحل تطور ونمو النبات يعني، سواء تسميد معدني، سواء في مخصبات، سواء في محسنات للتربة. المفروض ان الواحد يتعامل مع التربة ديت وينتبه ان المية بتاخد يعني ايه بتنزل في الطبقات السفلى بسهولة. وبالتالي علينا ان احنا نتعامل مثلا، ممكن يكون من ضمن الحلول مثلا ان التسميد يكون في نهاية الري، بحيث ان هو يعني ايه المية خلاص هنقفل، فمش الجزء التسميد ده يستنى في الاعلى يعني. وممكن طبعا اخواننا المهندسين الزراعيين او التجارب اللي هي للمزارع اللي شغاله في حاجه زي دي، ممكن واحد هيشتغل في تربه رمليه يكون على بينه من ايه من افضل طريقه للتسميد، بحيث ان هو يكون الفلوس اللي بيحطها في التسميد ديت وفي الارض بتروح فعلا لايه الغرض اللي هو عايزه منها، ما تكونش بتهدر في الايه في التربه الرمليه يعني. كذلك من الحاجات اللي هتحتاجها التربه الرمليه ان انا اوليها بالميه واتابع النبات بحيث ان هو ما يعطش مني بالذات في الصيف. فهي يعني ايه هتحتاج موالاه بالمياه بشكل كبير. وبالتالي ايه عليك ان انت برضو تزور اماكن بشكل واقعي زرع في تربه رمليه وتشوف ايه المشكله، يعني حل مشكله عدم احتفاظها بالميه دي ازاي. هي طبعا مع مرور الوقت سنه في سنه مع التسميد العضوي المستمر ان شاء الله هتبقى تتغير وتتحسن معاك وتمسك ميه معاك، وتبقى تربه برضو ايه يعني ايه مش هتبقى فيها حته الازعاج قوي بتاع الايه الاحتياج المائي الزايد عن الحد ديت. بعد يعني ايه 5 6 سنوات هتبص تلاقيها بتتحسن اكيد بالتسميد العضوي اللي هي ايه هينزل فيها كل سنه يعني. في الحقيقة بقى لو جينا نشوف مع يعني ظروف التربة الرملية ديت، هنجد إن من أفضل الاستثمار فيها الجور، يعني شغل الجور والشجر والنخيل، بحيث إنها تبقى يعني إيه يعني مساحات محددة في الحقل، وبالتالي إيه في يعني سيطرة عليها شوية. والشجر والنخيل على المدى البعيد يعني حلو وكويس يعني. بالنسبة للمحاصيل فيها هو كويس طبعا لانهم بيشتغلوا بالبيفوتات يعني الشركات وكلام زي كده. بس انا اظن في الصيف بتبقى الموضوع مش سهل يعني، وبيزرعوا نص البيفوت وكلام زي كده. ممكن لاسباب كتيره لانهم ممكن فيهم ناس بتعتمد على الجاز. كذلك ممكن عشان موضوع الميه ده فعلا هي بتبقى احتياجها المائي كبير، وعشان تولي النبات بالماء في الصيف وفي حر الصيف بتاع الاراضي الصحراويه ممكن يكون الموضوع هيبقى مكلف بعض الشيء يعني. فهي ايه في النهاية يعني ممكن الواحد لو ربنا هداله الحال حتى لو مساحة صغيرة وركز ان هو يزرعهم مثلا نخيل، خصوصا الاصناف اللي بتكون اقتصادياتها كويسة زي المجدول، يعني هيلاقي الدنيا ايه ماشية ان شاء الله معاه كويس بالصبر، وبس يكون عنده وضوح رؤية ويكون واخد خبرات التجارب الناجحة السابقة له، وعنده الخبرات الواقعية للتعامل مع التربة ديت، وفاهم هو رايح فين وجاي منين يعني ايه بشكل سليم وواضح يعني. ربنا ان شاء الله يوسع ارزاق الجميع ويصلح الحال للجميع.
وينور بصيرة الجميع ويوفقه إلى إيه ما يوفقنا الله عز وجل جميعا إلى ما يحبه ويرضاه ولما فيه خير الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام الحديث عن هذه التربة الرملية يعني إن هو يرفع الكرب عن إخواننا في غزة ويجبر تقصيرنا في حقهم ويرفع الظلم عنهم. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يحفظهم بحفظه. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك يا رب. يعني نخجل من تقصيرنا في حقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يعني يغفر لنا هذا التقصير ويجبر كسرنا يا رب. اللهم آمين آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.